بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ساعات بنقابل ناس داخلين في علاقات وربما تورطات عاطفية أو علاقات حتى ارتباط أو خطوبة، ولكن هذه العلاقات مؤذية وقد تكون سامة، مش عارفين نرجع منها ومكملين على الرغم إن إحنا مميزين كمية الأضرار والمشاكل والخلافات والصراعات اللي في العلاقة دي. لا، بنت مرتبطة بولد عاطفيا، هو شكاك، بيغير عليا، منعني من كل اللبس، مخرجش، لازم أقطع كل أصحابي، لازم أقفل فيس وواتس، لازم ما أتكلمش مع حد غيره، ما أتحركش حركة من غير ما هو يعرف. لو عرف ان خدت خطوة من غير ما اقول له الدنيا بيننا تخرب ويحصل مشاكل كتير. او الولد انا شايفها شكاكة وعصبية وبتتخانق معايا كل شوية، عايزة تكلمني طول الوقت، لا سايباني في شغل ولا في نوم ولا في صحيان، مش قادرة تنفصل عني ولا لحظة واحدة، عايزاني كل حين وكأنها مش هتقدر تعيش من غيري ثانية، ومكملين وماشيين مش راضين يوقفوا. وايه الحكاية؟ في نوع من الادمان اسمه ادمان العلاقات، بعتمد على علاقة تغير حالتي المزاجية. هو يعني ايه الاعتمادية؟ ببساطة لو حبينا ندي تعريف للاعتمادية، هي نوع من العلاقات الإنسان ما بيشعرش فيها باستقراره الداخلي إلا على حاجة خارجية، شخص بره منه هو اللي بيديله الاستقرار. ببساطة كده يعني مفاتيحي مع شخص آخر هو اللي هيخليني سعيد، هو اللي هيخليني زعلان، رضاه عني هيفرحني وغضبه مني هيخلي الدنيا سودة قوي أو في عيني. فأنا لما أوصل للمستوى ده إن استقرار الداخلي ومفاتيحي مش معايا، مع حد تاني، بدأت في علاقات اعتمادية، إن أنا سعادتي مرتبطة بحد تاني. في نوع من النباتات اسمها النباتات المتسلقة، النبات ده لو زرعته وحده ما ينفعش يعيش وحده، ما يلوش ساق يقف عليها، فبيدور على أي دعامة، عمود، سور، حيطة، شجرة تانية تسلق عليها وينمو هذا النبات. وحده ما يقدرش يقف. في نوع من البشر كده، ولكن ما اقدرش اعيش وحده، انا عايز علاقات، اعتمد على العلاقات دي عشان اقدر اعيش، انا مش هقدر استقر على نفسي من الداخل. ولازم يلاقي شخص يوافق، يبقى موافق ان هو يعتمد عليه، فيظهر حاجة اسمها الاعتمادية المتواطئة. العلاقة دي ان شخص عايز يعتمد على شخص والتاني بيوافق له انه يعتمد عليه، فالاتنين معتمدين على بعض، انت معتمد عليا وانا معتمد على اعتمادك عليا. انا محتاج ان انت تحتاجني، انا عاوز عوزانك ليا، انا عايزك تبقى محتاج لي واحس ان انا بقدر ادي وانت تحس انك بتقدر تاخد. فالطفل طبيعي انه يكون اعتمادي، مفيش مشكله، الطفل ما عندوش قدرات ولا مهارات ولا خبرات، بيعتمد على الكبار، اعتماديه صحيه لانه طفل. لكن لما يكبر شويه ويحتفظ بهذه الطفوله، ما يقدرش يأجل رغبات، يعتقد ان الاخرين هم سبب افراح واحزان. والقديس بولس الرسول: ان كنت ارضي الناس فلست بعد عبدا للمسيح. وهي دي نوع من الاعتماديه، ما الناس لو ما رضيوش عني انا مش حاسس بسعاده، مش حاسس باستقرار. لو اختلفت معهم في الراي لازم يوافقوني او اوافقهم، لازم اتنازل عن رايي ابقى زيهم، او اجبرهم ان يتنازلوا عن رايهم يبقوا زي عشان انا اعيش سعيد. وعشان نحصل على النضوج النفسي ده والنمو ده، محتاجين انه موضع التحكم والحاله النفسيه تبقى معتمده على مواردي الداخليه وعلى شخصيتي انا من الداخل، مش على علاقات خارجيه. فالانسان محتاج بيئه صحيه او اسره صحيه. في 3 شروط لازم تتوافر في البيئه الصحيه او العلاقات الصحيه اللي تساعدني على النضوج الوجداني، اللي يخليني اعتماديتي تقل. مفيش حد مش اعتمادي، كلنا عندنا اعتماديه بنسبه ما، لكن في نسبه منها صحيه، ولو زادت عن الحد الطبيعي بتتحول الى نسبه معيقه للحياه او نسبه تكاد تكون مرضيه تحتاج الى نضوج وعلاج. ايه ال3 صفات اللي في البيئه دول يدون النضوج؟ اول صفه القبول غير المشروط، انا مقبول سواء انجزت او لم انجز، انا مقبول كوني انسان، مش لازم اعمل لهم حاجه يقبلوني مقابل ادفع ثمن الحب او ثمن القبول، انا مقبول فقط كوني ان عضو في الاسره او كوني انسان محبوب. حاجه الثانيه اعطاء الحب والحنان والتشجيع والتقدير، يعني البيئه بتحبني وبتشجعني عشان اقدر اكمل. الحاجه الثالثه اعطاء قدر من المسؤوليه، مبقاش في حمايه زياده قوي، مش مسموح لي امارس اي مهاره او اي عمل او اي علاقات، فكده انا اشعر بعدم الثقه في نفسي وابقى معتمد على الاخرين هم اللي بيعملوا كل حاجه. انا مش هكبر لو ما عنديش قدر المسؤوليه. فمحتاجين ال3 حاجات دول ببساطه: القبول غير المشروط، الحب والتشجيع، المسؤوليه اللي امارسها في حياتي عشان اكبر. الهنا يدينا النضوج ده ويدينا نكبر، له كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين.